بيروت يعني يعني رجال يعني مضبوط، يعني ما يقتنعش الا بالمرأة المضبوطة، المرأة الصح. فلكوني أنا قدرت إني أكون بهالمرحلة البسيطة اللي حضرتك حكيت عنها كلية تواجد في بيروت، فهذا الحمد لله يعني. طيب. تواجدك ببيروت لازم يكون استغلالي على الأقل مهنيا، استغلالي مهنيا. بما أنك أنت موجودة ببيروت فما لازم تضيع وقتك، خاصة أنه ما زلت حاضرة إعلاميا، ما زلت يعني بيسألوا بعض الناس عنك والصحافة، واجتماعيا أيضا حاضرة، يعني بتكوني بالمجتمع ببيروت. هل عم تفكري لولادة برنامج جديد ويستمر هذا البرنامج؟ شو مشروعك الجديد؟ والله هو في مشروع أو في تفاوض مع قناتين صراحة. نعم. إن شاء الله يكونوا على قد الكلمة معاي وعلى قد المسؤولية معاي، وقالوا لي إحنا محتاجين يعني لإنسانة مثلك، خاصة الليبية يعني عملة نادم، ما فيش ليبيات معروفات إعلاميا يعني. وقاعدين نتفاوض ندرس في الموضوع إحنا وهم. إن شاء الله خير. المحطتين اسم معروف كتير، يعني منهم جداد. لا منهم جداد. MTV بيناتهم. يمكن. ما رأيك بإعلاميات اليوم بلبنان، إن كان منى أبو حمزة أو إن كان جريس الريس أو إن كان إعلاميات وإعلاميين، يعني إن كان يعني كتار مش حابب يعني ما حابب سمي، يعني انت حابب انه منك انت تقولي شو رايك فيهم ومين بيلفتك اكثر شيء من الاعلاميات والاعلاميين؟ صراحه هذه الاجابه انا كويس انك سالتني هالسؤال، لاني انا متغاضى كثير من الفنانين والاعلاميين ومن الناس اللي تطلع مثلا تقول لها انت ايش رايك في الفنان الفلاني او في الاعلام الفلاني، تقول لك والله انا نحب والله مادونا ولا نحب ريكي مارتن ولا نحب مثلا لاري كينج او نحب اوبرا وينفري. ليه كانوا في شيء اسمه اوبرا وينفري وشيء اسمه لاري كينج؟ ليش؟ طيب نحن عندنا ناس نفتخر بوجودهم. ممكن يعتبرونك كليشيه او انه بيمثلوا يعني شيء؟ مانيش عارفه، يعني امراض نفسيه، نحن مشكله نعاني من امراض نفسيه، لازم نحب بعض، لازم ممكن يكون وحده ما نحبهاش. معنا بلبنان اهم من اوبرا وينفري مثلا. طبعا عندنا بولا يعقوبيان بالفعل، عندنا هاي تبع اسمها سحر او بفيوتشر، هي كمان عم تعمل على المستقبل. ايه. فعندنا اسماء كثيره، عندنا ميري عيد، عندنا ليليان هون ببيروت، ليليان نعسين. ايه، في اسماء كثيره، عندنا نيشان، عندنا طارق خليفه، عندنا يعني ليش ما الاشخاص المفروض واحد يكبر قلبه بيهم، يعني يفتخر بيهم، عرفت كيف؟ فكل الاعلاميين اللي قدروا يستمروا واللي قدروا يكونوا ليهم اثر في قلوب الناس، هذا المفروض واحد يفتخر بيهم يعني. هذا اليوم لما تكوني قاعده على شاشه عربيه او لبنانيه وعم تتفرجي على برنامج، تتعلمي من المذيع او المقدم البرنامج اشياء بعدك ما تعلمتيها وبتقولي انه لازم دونها او لازم انه اخذها بعين الاعتبار؟ لا، اقول لك حاجه، انا اكتفيت جدا من خلال الكورس اللي اخذته او دراستي او شهاده الدبلوم بالاعداد وتقديم البرامج الاخباريه والحواريه من مركز جزيره في قطر. يعني درسوني اهم الناس، خديجه بن جنة، ديفيد سايمور، احمد منصور، يعني ما عادش في بعد هالاسماء. اوكي، بس القصه ما بتعتمد على اسماء اكثر ما بتعتمد لانه الدراسه وحده ما بتكفي، الخبره على الارض هي اهم من الدراسه بكثير. بس هي مش دراسه، هي كمان دراسه، هي قواعد بتاخذيها وبتطبقيها، ولكن الخبره بتعلمك اكثر، بتفوتك بالزواريب اكثر، بالظلم اكثر، وبتخليك تعرفي كيف تتعاطي مع هذا الانسان او مع هذا الفنان او مع هذا السياسي. لانه الاعلامي طبعا لازم يكون محنك حتى يقدر يخلق من خلال الجواب سؤال او سؤالين. فهيدي الشغله ما بدها دراسه او ما بدها اسماء بيعلموا. انا طبعا مع احترامي للاسماء اللي تعلمتي عندها، وهذا شيء كثير مهم وبضيف الى رصيدك وبضيف الى شخصيتك الاعلاميه، ولكن الخبره لازم يكون لها دور. هي الخبره صراحه، شوف بقول لك حاجه، استفدت من نضال الاحمديه اشياء،
استفدت منها اشياء وقدرت ناخذ منها اشياء. استفدت من لقائي بنيشان اشياء، استفدت من خلال بغسان بن جد لما درت مع خلينا نضال، شو استفدت منها؟ نضال الأحمدية استفدت منها الجرأة، وإنها طبعا وإنها شخص تواجه وتقول الحق لو ما تخاف من حد، يعني كلمتها بتقولها وتمشي خلاص. نضال يعني حالة استثنائية. نيشان استفدت منها أن علمني نيشان أن من لا شيء نصنع شيء. حلو. غسان بن جدو الأدب، التواضع، الذكاء، ضباط الجأش، إدارة الحوار صح. تحضيرك للحلقة من ألف للياء بطريقة ما فيهاش لعب. كم المعلومات عن الضيف اللي أنت المفروض تديري معه لقاء أو تسأليه. طب غادة جمال شو تعلمت من نفسها من ذاتها؟ غادة جمال ناقصها كثير لتتعلم، بدها ينقصها، ولكن بالفترة اللي تواجدت فيها في الوسط إعلاميا أو إنسانيا؟ على صعيد إعلامي خلينا نقول. لا الإعلامي حاسة نفسي، ممكن حضرتك أخبر أو أنت شفتني أكثر أو تابعتني أكثر، بس حاسة نفسي كإعلاميا متمكنة إعلاميا. نعم. هل أصبحت الرقم الصعب وما زال الطريق لسه طويل؟ ما زال أكيد. نعم. ما زال. من برأيك اليوم الرقم الصعب في الإعلام في الوسط الإعلامي على صعيد لبنان والعالم العربي؟ على صعيد لبنان فنيا وسياسيا. فنيا وسياسيا. نعم. مرسل غانم طبعا. نيشان رقم صعب. نعم. منى ابو حمزه قدرت في فتره وجيزه وبسيطه يكون لها حضور ويكون لها يعني تواجد اعلامي مهم جدا يعني على الصعيد الفني. ميش دياب طبعا يعني هذه طبعا يعني هذه فخر لكل مش للبنان بس، هذه حسها لينا للليبيين وللتوانسه ولكل العرب. ميش دياب طبعا. نعم. بالعودة إلى بلدك الأم ليبيا، ما الذي يربط ما بين لبنان وليبيا؟ ما هو الرابط المشترك بين هذين البلدين؟ الحب صراحة. أنا لاحظت أن ليبيا الشعب الليبي تحديدا يحب اللبناني بشكل مش طبيعي، بدليل لما أجوا كثير إخواننا من بيروت ليشتغلوا بالفضائيات الجديدة عندنا كانوا محاطين جدا بالحب للناس اللي يشتغلوا معاهم، يحبوا بعضهم، يروحوا يزوروا في بعضهم، ففي حب متبادل ما بين أتمنى نحل مشاكلنا، أتمنى يكون عندنا سفارة في بيروت. حلو. فأنتوا عندكم سفارة عندنا بس. نعم. بتطالبي بالسفارة؟ يا ريت طبعا في لبنان. يا ريت ونتوجه لكم المسؤول الرئيس عماد ميشيل سليمان. نعم. انه يكون عندنا سفارة يعني ليبية في اراضي لبنانية من حقنا على الاقل. هل عم بتواجهي مشاكل لما تكوني متواجدة بليبيا وعم تيجي على لبنان والعكس صحيح؟ ابدا بحياتي. ترحيب يعني هالبلد هذه حتضيفني، البلد هذه اسمي بنيتها من خلالها يعني ما أكيد. لا شعب كثير طيب، شعب محب للحياة، شعب متصالح مع نفسه، يحب الآخر. لا غدا في كتار من الفنانات والإعلاميات والوجوه المهمة نكروا لبنان ونكروا بيروت ونكروا احتضان الأرض وشعبها لإلهم محسمة، ولكن هذا الشيء يعني بيجرحنا نحن. هل يوما ما غدا ستنكر أكيد أو تتجاهل لبنان؟ لا بيروت أنت ما بتعرفش قيمة بيروت عندي. يعني بيروت أنا في حرب تموز الأخيرة أنا قعدت 12 يوم في بيروت، بس ما نبيش نترك بيروت يعني في الفرح أنا مع بيروت وفي حزنها أنا مش معاها، بالعكس ضليت 12 يوم ومع أنها هذه يعني تجربة ما مرتش بها من قبل في حياتي يعني. أول مرة شو حسيتي؟ خبرينا. كسبت يعني فهمت الناس اللي تموت تدفع مثلا اليوم فلسطين تدفع في روحها كرمال أرضها. يعني فهمت يعني تجربة غريبة ما نقدرش نوصفها لك يعني، خاصة أول مرة يعني بتعيشها صراحة. فكانوا كلهم يكلموني أهلي